بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده وصفه حلوه جدا، دوره كده للغساله، بدون هدوم طبعا، دوره تنظيفيه. هغسلها معاكم بطريقه حلوه جدا وهتعجبكم باذن الله. هنا نوع غسالتي اللي هي ايديال زانوسي اكواتيك. طبعا كلنا عارفينها، واكتر اغلبيه البيوت عندها منها. انا الصراحه عندي ما غيرتهاش من ايام جوازي، فهي حلوه جدا ومريحاني. طيب هتعملي وصفة النهاردة عبارة عن ايه؟ هعمل النهاردة وصفة عبارة عن منظف للغسالة. منظف للغسالة، احنا عارفين طبعا ان احنا بنقعد فترة طويلة ما بنغسلهاش، وفي ناس كتيرة اصلا ما بتفكرش تغسلها. فالنهاردة هديكم وصفة حلوة جدا، دورة كده تغسليها بيها. يعني اعمليها كل شهر، شهر ونص، كل شهرين، بس ما تزيديش عن كده. بتخلي ريحة الهدوم حلوة جدا، وبتشيل اي ترسبات او اي حاجة فيها. شايفين المنظر؟ هي طبعا الحمد لله يعني الحله بتاعتي نضيفه كل حاجه، بس احنا مش عارفين من جوه فيها ايه. ده المنظر، شوفي الاتساخ. انا طبعا بقالي فتره طويله مش بستعمل خالص اللي هو المسحوق، اللي هو البودر. انا بقالي فتره طويله جدا بستعمل اللي هي الجل، يعني الحاجات الجل اللي هي انا بستعمل هنا اوكسي جل. بصراحة هو احسن بكتير قوي، احسن بكتير قوي من المسحوق البودر بصراحة يعني. حلو جدا، وبيحافظ على الغسالة يا جماعة، بيحافظ على الغسالة. البودر بيعمل ترسبات جامدة في الغسالة، وبيعمل حاجات يعني ايه. وهو الصراحة يعني كله يعني حتى اي حد متخصص في الغسالات وكده يقولك استعملي الجل احسن، احسن بكتير من البودر. فالنهارده يلا نشوف وصفتنا معاكم ايه. الوصفة بتاعتنا النهاردة هتبقى نص كوب بودر، نص كوب خل، ومعلقتين كبار بيكنج صودا، اللي هي بيكربونات الصوديوم. ماشي. يبقى هنا ان شاء الله هنستعمل كوباية خل، ومعاها ربع كوباية بيكربونات الصوديوم، وليمونتين. ان شاء الله هتطلع لك الغسالة ما شاء الله ريحة جميلة لغسيلك وكمان بتحافظ يا جماعة. الدورة دي بتحافظ على الغسالة جدا، يعني بتحافظ على الغسالة جدا من الاعطال والحاجات دي. طبعا احنا عارفين طبعا في هنا بيبقى درج كده، بيبقى مكان هنا كده بيتفتح. في ناس كتيرة يعني ما تعرفش ان هو بيتفتح، يعني تضغطي عليه كده ضغطه جامده كده وتفتحيه. ايه اللي موجود بقى هنا؟ ايه اللي موجود هنا؟ هنا موجود دي كده برضو. لو الغساله مثلا فيها زراير اتفكت، فيها دبابيس، فيها حاجات من دي، المكان ده، المكان ده بيتفتح كده. شايفين؟ بيتفتح كده، بتطلعيها كده ويتغسل. شايفين عاملين ازاي؟ شايفه؟ شايفه المنظر؟ دي بقى بتدي ريحه وحشه جدا في الغساله والهدوم، ومهما تحطي معطرات ومهما تحطي اي حاجه ما بتاثرش اصلا، يعني عارفه ما بتاثرش خالص. شايفه المنظر؟ انا قصدي طبعا ان انا اسيبها بالشكل ده، لان الميه ذات نفسها عندنا مش نظيفه يا جماعه في مصر، فالدنيا بتبقى خربانه. شايفين المنظر؟ تحفه. انا كده هغسلها معاكم وارجعها تاني، اوريكم بترجع ازاي. يعني هغسلها وارجع لكم تاني. هنا نضفناها بقى كده، كده بالمنظر ده كده، وهنركبها تاني كده. ثواني بس، ثواني. بالشكل ده كده هنركبها بقى كده ونقفل. ده كله يا جماعه قبل ما تشتغلي في الدوره، يعني قبل ما تشتغلي في الدوره اعملي كده بالشكل ده كده، علشان ايه؟ تبقى على نظافه، يعني تبقى الدوره على نظافه. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنقفل دي وندخل بقى على دي. هنحط فيها ايه كده؟ هنحط فيها ايه؟ هنحط فيها كده كوبايه خل بالشكل ده كده. وهنا من هنا مش عندي مسحوق الغسيل. وهنحط كمان ربع كوبايه بيكنج ايه بتلخبط دي بيكربونات الصوديوم بالشكل ده كده. وكمان ليمونتين بالشكل ده كده. ماشي. يبقى كده خلاص كوبايه خل، ربع كوبايه بيكربونات الصوديوم، ليمونتين حلوين كده بالشكل ده كده. ونقفل، ونقفل. طيب هنشغل بقى، هنشغل. اول حاجه اظبطي درجه الحراره هنا على 90 درجه، على اعلى درجه، يعني اظبطيها على اعلى درجه.
هنشغل دلوقتي، نقفل دي كده لغايه ما نشغل الدوره بتاعتنا كده. انا ما بعملهاش على ايه خالص، يعني ديت اللي هي الهدوم الشديد الاتساخ، بتاخد لها دوره كده زي شطفه كده، وبترجع تصفي وترجع ايه تبدا من المرحله اللي بعدها. انا بشغلها على سي كده على طول من هنا كده معوده غسالتي على كده يعني. وهظبط درجه حراره على 90 درجه بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. وهبدا اشغل هالتكه هنا وهنا. انا بشغلها على نص شطفه كده، يعني ايه ما بشغلهاش على شطفه كامله. هنا بتديني 8 شطفات، هنا بتديني 4. اوكي، يبقى خلاص كده هتشتغل بالشكل ده كده. هتطلع لك بقى كل الحاجات المتسخه فيها، هتنضف لك الغساله. بصي يعني الدنيا هتحلو خالص بعدها ان شاء الله. يعني الدوره دي بتفرق جدا في الغساله يا جماعه، والله بتفرق جدا بالشكل ده كده. هنسيبها بقى تشتغل وتسخن الميه طبعا، وهنشوف بعدها ايه اللي هيحصل باذن الله. اهي الغساله شغاله اهي بالشكل ده. انا مش حاطه فيها مسحوق على فكره، مش حاطه فيها مسحوق خالص. شايفين انا حاطه درج المسحوق فاضي مفيهوش، حتى هطلعه اغسله. ده من ايام ما كنت بستعمل اللي هو المسحوق اللي هو البودر. شايفين كان بيعمل ترسبات وقرف ازاي. لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي مش عارفه اخرجها خالص ولا اطلعها خالص. فهحاول دلوقتي انضفها معاكم كده. خلاص بالشكل ده كده. شايفين يعني بحاول يا جماعه، انا بحاول انضفها على قد ما اقدر. شايفين عارفين الترسبات بقى اللي بتبقى موجوده في درج الغسيل، الدرج المسحوق ده بتبقى موجوده في الغساله برضو. فشوفوا بقى كميه الترسبات اللي بتبقى موجوده. لا، احسن حاجه الجل يا جماعه، والله احسن حاجه الجل. حتى لو ده بينضف اكتر، اللي هو المسحوق ده بينضف اكتر، فالجل احسن لغسالتك يعني، والله بجد. هدخله كده، انا بتك على دي كده وبدخل كده، اللي ما بيعرفش يدخل يعني بالشكل ده كده. خلاص كده انا كل فتره كده بحاول اشغلها شويه، بحاول انضفها شويه لغايه الدنيا يعني ما تتظبط معايا. طبعا هغسل دي كلها بقى معاكم بعد ما الغساله تخلص باذن الله بالشكل ده كده. اهي شغاله اهي وبدات تسخن يعني بالشكل ده كده. يلا هقفل معاكم دلوقتي وارجع لكم تاني. خلاص كده الدوره خلصت كده، يعني انا هرجعها تاني كده علشان خلص كده الدوره. خلاص كده نطلع بقى قشر الليمون ده عشان ما ننساهوش كده. خلاص كده شايفين بقى يعني لكم نظره كده على المنظر. شايفين الطعامه يعني ده بقى هنغسله بقى، نغسله ندعكه جامد بقى باي فرشه بقى عندك اهو. يعني كده مع السخونيه وكده بدات الحاجات دي تطلع بكل سهوله. شايفين هدعكها انا بقى جامد بقى بالشكل ده كده، واوريها لكم بعد ما نضفت. خلاص كده الغساله بقت زي الفل ما شاء الله. ده لون يا جماعه، مش وسخه ولا اي حاجه، ده لون ما شاء الله. من جوه برضو بقت نظيفه جدا، ومسحتها كده مسحه حلوه من بره بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. وزي ما قلت لكم الدرج ده بيتفتح وبيتشال وبيتنضف ويتحط تاني بالشكل ده كده. يلا بقى نركب لها الكفر بتاعها. هنا كده ركبت لها الكفر بتاعها بالشكل ده كده. كفرات يا جماعه بتحمي الغسالات بجد، يعني ما تستخسريش كده في الغساله كفر، علشان بجد دلوقتي محدش حمل ان هو يشتري بصراحه غساله جديده بالشكل ده كده. ونكيسها بقى كده بس كده كده خلاص. انا بقى لما اجي هنا استعملها هرفع دي كده طبعا بالشكل ده كده.
لو انت عايزه ترفعيها بقى كده على طول ترفعيها كده، فاستعملك فيها ايه كده بالشكل ده كده، ما يحافظ عليها طبعا. والغسالات ما شاء الله دلوقتي بقت اسعارها بارقام، فاحسن لك ان انت تحافظي على الغساله بتاعتك بالشكل ده كده. يلا بقى، اتمنى بقى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم وينول رضاكم، وان شاء الله استنوني في فيديوهات تانية جديده وجميله وهتفيدكم باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.